النهارده هنعرف كل حاجه عن افضل توزيعه مخصصه فقط لاختبار وتحليل شبكات الواي فاي، يعني بتحتوي على ادوات كتيره بنستخدمها كبنتريشن تيسترز او كاسكال هاكرز، لانها مجمعه لنا كل الادوات اللي ممكن نحتاجها في التعامل مع شبكات الواي فاي بدون ما ننشغل في اننا نروح على جيت هاب ونشوف طريقه تسطيب الادوات دي. لكن هنا الادوات كلها جاهزه ومتسطبه، وبرده مجموعه من الادوات اللي ممكن احتاجها كمهندس شبكات. التوزيعه دي هي الواي فاي سلاكس، في ناس برده بتقول عليها واي في سلاكس، وهنعرف ازاي نقدر نسطبها كفيرشوال ماشين او كنظام وهمي على الفي ام وير ورك ستيشن، وهنتعرف على كل الادوات اللي جواها، وبرده هنعرف ازاي نضيف واي فاي ادابتر ليها، وكمان هنعرف ازاي نقدر نشغلها من على فلاشه بدون اي تسطيب علشان تقدر تشتغل من على اي جهاز كمبيوتر يقابلك. لكن في البدايه نجهز نفسنا. ايه اللي احنا محتاجينه؟ هنحتاج لابتوب او جهاز كمبيوتر، كده كده احنا هيكون معانا واي فاي ادابتر وفلاشه، ويلا بينا نبدا. اولا هنعمل لها داونلود من جوجل، كده هنكتب واي فاي داونلود وانتر، ونختار اول لينك هيدخلنا على الموقع الرسمي ليها، واللي طبعا باللغه الاسبانيه. من فوق كده هنضغط على انجلش علشان يترجم لنا الصفحه، عشان بس نفهم ايه اللي بيحصل، او ممكن برضو من هنا نعمل رايت كليك ونختار ترانزليت تو انجلش. تمام. من فوق كده هنختار داونلودز واختار اخر اصدار ليتست فيرجن 64 بت، وبعدين هننزل تحت كده هنلاقي لينك الداونلود لملف الايزو، وبعدين كونتينيو و I am not a robot هنعمل تشيك عليها وكونتينيو، ونستنى شويه كده وبعدين داونلود هتبتدي تحمل معانا. تمام كده عملنا داونلود لنسخه الواي فاي سلاكس. تعالى دلوقتي نعرف ازاي هنقدر نسطبها على الفي ام وير ورك ستيشن. لو فتحنا الفي ام وير ورك ستيشن هنلاقي اخر حاجه انا كنت شغال عليها وهي الكال لينكس. تمام. من فوق كده من الفايل منيو هنختار نيو فيرشوال ماشين، وبعدين نيكست، ونختار ملف الايزو الخاص طبعا بالواي فاي سلاكس، اخترناه وبعدين نيكست. ودي طبعا نسخه لينكس فهنختار من هنا لينكس، وتحت كده الفيرجن او الاصدار بتاعها هنختار اذر لينكس 2.6 64 بت. تمام. ونيكست، وهنسمي الفيرشن ماشين دي وهي هنسميها واي فاي سلاكس، والمكان اللي هيتعمل لها سيف عليه انا هنا طبعا عامل فولدر فيه كل الفيرشن ماشينز اللي عندي، فهعمل لها فولدر كده خاص بيها الواي فاي سلاكس وهنسميه واي فاي سلاكس، وهنختاره وبعدين اوكي ونكست، وهنحدد المساحه اللي هتاخدها من الهارد بتاعي وهنخليها وليكن 20 جيجا ونكست. هنا بقى هنلاقي ملخص لكل الاعدادات اللي احنا عملناها على الفيرشن ماشين دي، واللي ممكن طبعا نغير فيها باننا نضغط على كاستمايز. هنخلي الرامه وليكن 2 جيجا، والبروسيسور هنختار 2 بروسيسورز وكل بروسيسور فيه 1 كور. تمام. والنتورك ادابتر هنسيبه نات زي ما هو، مش هنغير فيه، سيبه دلوقتي وكلوز وبعدين فينيش. دلوقتي احنا جاهزين ان احنا هنشتغل على الواي فاي سلاكس بعد ما خلصنا كل الاعدادات الخاصه بيها. فهنيجي هنا كده ونضغط على باور اون علشان يبتدي يشغل الفيرشن ماشين دي، وهنستنى شويه وبعدين تعالى نغير اللغه الاسبانيه دي اللي احنا مش فاهمين منها اي حاجه. من تحت كده في اللانجوج هنختارها، وبعدين نختار اخر حاجه تحت خالص وهي اليو اس امريكان وانتر. هتبتدي تغير اللغه وتحمل كل ملفات النسخه، تاخد لها شويه. واخيرا اشتغلت الواي فاي سلاكس بكل الادوات اللي احنا هنتعرف عليها كمان شويه. لكن تعالى في الاول نغير شويه اعدادات. اولا الديسبلاي، لان الشاشه زي ما انت شايف كده صغيره مش هنعرف نشتغل عليها كده. طيب من هنا كده هنختار ادفانسد ديسبلاي سيتنجز وهنختار 1360 في 768، وبعدين من هنا كده هنعمل فري ستريتش واوكي. حلو قوي. الواي فاي سلاكس دلوقتي شغاله لايف، يعني اي حاجه انت هتعملها عليها او اي حاجه هتعملها سيف عليها او اي اعدادات انت هتعملها مش هتعمل لها سيف بعد ما تراستر النسخه. يعني انت دلوقتي عملت اعدادات كتيره على النسخه دي وسيفت ملفات وغيرت في الاعدادات وعملت حاجات كتيره، لما تيجي تعمل ريستارت للواي فاي سلاكس دلوقتي اول ما النسخه تشتغل معاك تاني هتلاقيها ابيض، هتلاقي مفيش اي حاجه انت عملتها لسه موجوده، وفي حاجه مشابهه ليها هنعرفها في اخر الفيديو. بس خلينا في النقطه دي دلوقتي علشان نعدل الكلام ده. هنيجي من هنا كده وهنختار سيستم وجي بارت تول هنختارها من ديفايس. هنا هنختار نيو بارتيشن تيبل وبعدين ابلاي. حلو جدا. ومن هنا كده نيو بارتيشن هنخليها 2 جيجا. احنا قلنا الهارد بتاعنا كله بتاع النسخه دي او بتاع الفيرشن ماشين دي 20 جيجا، فهناخد منهم بس 2 جيجا. ومن الفايل سيستم هنغيرها ونخليها لينكس سواب واد. وكمان مره هنعمل نيو بارتيشن ومش هنغير فيه اي حاجه، هنعمل اد. تمام. علشان نخلي اللي احنا عملناه ده يتطبق فهنضغط اول حاجه هنا وبعدين ابلاي، وهنسيبه شويه يخلص، وبعد ما يخلص هنضغط على كلوز ونقفل البرنامج خلاص. وبعدين تاني من هنا كده ونختار سيستم
وبعدين انستول واي فاي سلاكس، ونختار تاني اوبشن واوكي، ونستناه برضو على ما يخلص، هياخد شويه وقت. ودلوقتي خلص وهنضغط اوكي، وبعدين اوكي على اول اوبشن. تمام، ودلوقتي خلاص خلصنا، هنعمل ريستارت. خد بالك دلوقتي الشكل اتغير خالص بعد ما سطبنا النسخه. هنستناها طبعا على ما تشتغل معانا. خلاص النسخه اشتغلت دلوقتي. ممكن نغير الباك جراوند دي باننا هنضغط هنا رايت كليك وهنختار كونفيجر ديسكتوب، ونختار وليكن دي وابلاي واوكي. تعالى تاني لان الريزوليوشن بتاعنا الديسبلاي ريزوليوشن اتغير، فهنيجي من هنا كده وهنختار 1360 في 768 تاني وابلاي واوكي. تمام، حلو قوي. تعالى بقى دلوقتي نستكشف الواي فاي سلاكس ونتعرف على كل الادوات اللي جواها. من هنا كده دي عامله زي الستارت في الويندوز، فيها طبعا الكنترول بانل زي ما شفنا والسيتنجز والبرامج وغيره. فوق كده الواي فاي سلاكس، وهنا هنلاقي كل التولز اللي موجوده، يعني مثلا في الديكريبتورز وكريدنشالز، بعد كده في الديكشنريز، وهنلاقي عندنا هنا كرانش وجون ذا ريبر. جون ذا ريبر كنا عملنا عليه حلقه فيديو كامل بكل تفاصيله في فك الباسوردات، هسيب لك برده اللينك بتاعه في وصف الفيديو. وبالنسبه لكرانش هنعمل عليها حلقه كامله بالتفصيل قريب. بعد كده في النتورك مانجرز، في عندنا 3 حاجات. لو تفتكر في الفيديو بتاع شرح الواي فاي تول حصل انه احنا بنكتب اخر امر لينا علشان نعمل ديكريبت لملف الهاند شيك. لو لاحظت فوق كده هنلاقي النتورك مانجر فصلت، فلازم علشان نشغلها تاني نكتب الامر ده، وهو sudo service network manager start. هنا بقى هو موفر لك انك ما تكتبش الاوامر دي، فممكن تعمل ستارت او ستوب او ريستارت للنتورك مانجر سيرفيس بكل سهوله. في الهاردوير تولز عندنا الماك تشينجر، واللي بنستخدمه طبعا علشان نغير الماك ادرس الخاص بينا، وعرفنا احنا ليه بنعمل كده وايه هي اهميته. الكلام ده احنا شرحناه في فيديو كامل، هسيبك برضو اللينك بتاع الفيديو ده في الوصف تحت الفيديو. وهنا في اننا نقدر بضغطه واحده نعمل ستوب للمونيتور مود. احنا قلنا قبل كده ان احنا بنفعل المونيتور مود علشان نعمل بين تيستنج او اختبار لشبكات الواي فاي، زي طبعا ما شفنا الكلام ده في الفيديوهات اللي فاتت. فكنا بعد ما نخلص عمل البين تيستنج بتفضل برضو المونيتور مود بتاعنا شغال، فما كناش عارفين ازاي بنقدر نفصله. فعلشان كنا نعمل كده كان لازم نكتب امرين اتنين، وهما sudo airmon -ng stop wlan 0، وبعدها كنا بنكتب sudo service network manager start. لكن هنا انت ممكن تعمل الكلام ده بضغطه واحده، مش محتاج انك تكتب الاوامر دي. في النتورك تولز هنلاقي اول اداه واللي بتعمل لنا سكان على كل اي بيهات الشبكه، وبتجيب لك في الاخر ريبورت، واكتر من اداه طبعا مهمين جدا وهنعمل عنهم فيديوهات قريب. وبعدين في الاير كراك ان جي سوت، واللي كنا طبعا استخدمنا معظم الادوات اللي جواها في فيديو برضه هسيب لك اللينك بتاعه في الوصف تحت الفيديو. في الوايرلس طبعا هنلاقي الادوات اللي احنا بنحتاجها لعمل بين تيستنج لشبكات الواي فاي، زي الايرجدون تول، واللي بتحتوي على اوبشنز كتيره واكتر من قائمه لمعظم انواع الهجمات، واللي كنا عملنا عليها برضه فيديو كامل لكن ما نزلش هنا على القناه. هسيب لك برضو اللينك بتاعه في وصف الفيديو تحت. الفيديو اترفع على صفحه الفيسبوك، هسيب لك برضو لينك صفحه الفيسبوك في وصف الفيديو. والفيرن واي فاي كراكر لسه هيتعمل عليها حلقه، هي سهله جدا. والواي فاي تول واللي برضو كنا شرحناها بالتفصيل. لو عايز تشوف احنا شرحنا معظم الادوات دي هتلاقي في بلاي ليست على القناه دلوقتي، تقدر تروح تشوفها، هنلاقي معظم الادوات دي مشروحه هناك. وهنا طبعا في ادوات خاصه بال WBA وال WBS والويب اتاكس. فبصراحه الواي فاي سلاكس مجمع لنا كل الادوات اللي احنا ممكن نحتاجها في عمل بين تيستنج وتحليل لشبكات الواي فاي. طيب دلوقتي ازاي نقدر نوصل واي فاي ادابتر على الواي فاي سلاكس واللي شغاله كنظام وهمي على الفي ام وير ورك ستيشن، زيها زي ما عملنا في الكالي لينكس. كل اللي انت هتعمله انك هتوصل الواي فاي ادابتر على اي بورت يو اس بي عندك، هتظهر لك الصفحه دي اللي احنا متعودين عليها. هنختار اننا نوصله على الفيرشوال ماشين، واللي هي هنا عندنا الواي فاي سلاكس واوكي. طيب انا عايز اشغل واي فاي سلاكس من على فلاشه عشان اقدر اشتغل عليها من على اي جهاز كمبيوتر يقابلني. بسيطه، هنوصل الفلاشه وبعدين هنشغل الروفوس ونختار نسخه الواي فاي سلاكس. تمام، احنا كده خلصنا. احنا ممكن دلوقتي نضغط ستارت ونستنى لحد ما تخلص عمل بيرن للنسخه دي على الفلاشه. لكن خد بالك هتقابلك هنا نفس المشكله اللي كانت بتقابلنا واحنا بنسطب الكالي لينكس على فلاشه، وهي انك بعد ما تدخل على النسخه وتعمل اعدادات وتعمل اي فايلز وتعدل فيها وكل الكلام الحلو ده، لو جيت تعمل ريستارت مش هتلاقي اي حاجه انت عملتها موجوده، هتلاقي النسخه ابيض خالص بدون اي اعدادات، بدون اي ملفات انت حفظتها، بدون اي حاجه. فعلشان كنا نحل المشكله دي كنا بنعمل ايه؟ كنا بنيجي من هنا كده من البرسيستنت بارتيشن سايز ونخليه وليكن 8 جيجا. ممكن طبعا يبقى السايز اقل من كده كمان. وبعد كده هنروح ونضغط على ستارت، مش هنعدل في اي حاجه، وبعد كده اوكي.
لحد هنا احنا عرفنا كل حاجه خاصه بالواي فاي سلاكس وكل التولز اللي عليها واللي مختصه فقط بعمل بنتريشن تيستنج وانالايزنج لشبكات الواي فاي، وقلنا ان احنا شرحنا معظم الادوات اللي جوه التوزيعه دي، ومكملين ان شاء الله شرح باقي الادوات في الحلقات الجايه. فلو لسه ما اشتركتش في القناه انزل بقى دلوقتي اشترك واعمل لايك للفيديو وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد من تريكات الهاكرز وشرح ادوات الكال لينكس وشرح كورس الهاكر الاخلاقي. واشوفك الفيديو الجاي. سلام.